إذا أنا أعتقد ملي كيغيب هكذا بزاف على المغرب، وقد حدث واحد السنة أنه غاب 280 يوم في السنة. هناك سنة غاب فيها 280 يوم. وملي كنشوفوا المصاريف التي يكلفها هذا الإنسان هذا للشعب المغربي، دابا غادي يطلع 800 مليون دولار، أكبر لائحة مدنية ديال المملكة في العالم. كل المملكات اللي متواجدة عبر العالم بما فيها إنجلترا، بما فيها المملكات ديال الدول الإسكندنافية، هولندا، إسبانيا، بلجيكا، لا تصل بعض المرات حتى الثلث، حتى الربع، حتى الخمس. يعني إلا كتجي كتشوف بلجيكا حتى العشر ما وصلهاش. يعني باش نكونوا واضحين، كل المصاريف التي يستهلكها يعني في هذه الرحلات ديالو يؤدي فاتورتها يعني دافع الضرائب المغربي. وحنا في واحد الفترة جد حرجة، منذ الزلزال ديال الحوز لا زال أهل الحوز تحت الخيام البلاستيكية، بدون ماء، بدون كهرباء، يعني بدون شوفاج، وبدون مدارس، بدون مستشفيات، وبدون أبسط المرافق الحيوية يعني في ديك المنطقة، باش نكونوا واضحين، من غير الزروطة والقمع والبرد. إذن من يحكم هذا البلد؟ هل يحكمه إنسان مسؤول؟ هل يحكمه إنسان يتقي الله؟ هل يحكمه إنسان يعني قاد بالمسؤولية اللي هازة على كتافه؟ رئيس ديال كل شيء، رئيس ديال الجيش، رئيس ديال الأمن، رئيس ديال المؤمنين، رئيس هادي، رئيس هادي، رئيس هادي، رئيس هادي. يعني عنده واحد الاحتكار ديال واحد مجموعة المسؤوليات. هل هو في مستوى كل هذه المسؤوليات؟ إذن أعتقد أن ما يحدث اليوم هو عبارة عن إشارة بداية النهاية.